الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ذهب إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج. بعدما أكمل مناسك الحج التقى برجل من سكنة المدينة، فقال له: من أين أنت يا أخ العرب؟ قال له: من العراق. قال له: أين في العراق؟ قال له: أنا طالب في النجف الأشرف. فقال له: بعد أن تستكمل مناسك الحج هل ستعود إلى العراق؟ قال: بلى. قال له: لماذا لا تبقى عندنا في المدينة؟ نزوجك ونعطيك سيارة ونعطيك بيت وراتب وتتعلم وتتعمم إن شئت، بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى فضلنا عليكم بعدة نقاط. قال له: بيش فضلكم علينا؟ قال له: جعل الكعبة يمنه وما خلاها يمكن، وخلى بير زمزم يمنه وما خلاه يمكن، وخلى يمنه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما خلاه يمكن، ما قالوا آلي، وخلى يمنه دار الأرقم اللي أسسوا بالدعوة الإسلامية وما خلاه يمكن. بعد انت ايش عندك راجع للنجف؟ جاوب هذا الطالب، خلي بالك وياي. قال له: إذا يمكم الكعبة وبيتكم زمزم، وإذا يمكم محمد يمنى ابن العم، وعلي نفسه محمد بالنفس والروح، وقل لي الواحد على اثنين يتقسم. إذا يمكم الكعبة وبيتكم زمزم، وإذا يمكم محمد يمنى ابن العم، وعلي نفسه محمد بالنفس والروح، وقل لي الواحد على اثنين يتقسم. علي نفسه محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي الإسلام ما يسلم. علي نفسه محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي نفسه محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي الإسلام ما يسلم. علي نفسه محمد يشهد القرآن، والقرآن ويا المرتضى أقلم. علي نفسه محمد حتى بالأحكام، وش حللوا حرم، وانت تريد عوف ولاية الكرار، واسكن بالمدينة هناك واتعلم. ولك انا ما اقول لك محمد بالغدير ايش قال صلى الله عليه وآله سلم، وما اقول لك رفع يا كف وشعلك نار، لأن طاري علي يخليك تتلأثم. وما اقول لك محمد بالوداع ايش قال صلى الله عليه وآله سلم، وما اقول لك رفع يا كف وشعلك نار، لأن طاري علي يخليك تتلأثم. وما اقول لك محمد هو داح الباب، لأن دومك تمس ما تريد تتفهم. وما اقول لك محمد نفسه داح الباب، لأن دومك تمس ما تريد تتفهم. وما اقول لك اتبعت كيسك انت هناك، لأن عندي يقين مقلد الأعلم. وما اقول لك الطائف والنجف فدراي، لأن علم النجف كل يوم يتقدم. وما اقول لك اريد زيارة المختار، ولا بدار الارقم امشي واتعمم. وتعرف ليش ما زور النبي المختار، وتعرف ليش دار الارقم تهدم. ولك تعرف ليش ما زور النبي المختار، وتعرف ليش دار الارقم تهدم، لأن نفس محمد بالنجف مدفون، ولليعقوب هسه تحول الارقم.